من احلى الاكلات المنقذه والسريعه واللي تقدري تعمليها مش بتاخد وقت. الحواوشي سهل جدا بسيط. ده معمول بربع كيلو لحمه، بس دي سندوتشات بيبي صغيره، العيش نفسه صغير. هو انا جبتهم التمن ترغيفه ب5 جنيه، حلوين حلوين قوي قوي. بس انا عملت بالربع كيلو هنا تسعة ترغيفه. جبت ربع كيلو لحمه وربع كيلو بصل و3 حبايات فلفل وسط. وجبت 100 جرام هنا دهون، 175 حسب المتوفر عندك. فرمتهم في الكبة بقوا ناعمين، وهخلطهم دلوقتي مع اللحمة، لان الحواوشي لازم دهون، ليا ضاني او دهن اللي هو بتاخديه من عند الجزار، المهم لازم دهون. البصل هنا انا فرمته في الكبة، والفلفل شرحه فرمته في الكبة بتاعة البصل، بس صفيت منه المية لان سبت المية بتاعة البصل علشان تسوي اللحمة. هننزل هنا طبعا بالبهارات اللي احنا عاملينها بتاعة الحواوشي، من احلى طعم بجد للحواوشي البهارات دي، والله العظيم رهيبة، كأنك جايبة حواوشي من بره. كمان لو ضفت ليا لا انسي بقى، فارق قوي طعمها. انا ضفت هنا معلقه كبيره لان انا ضايفه زر ورد كنت فيها. وضفت هنا بقى الملح بعد ما تضيف الملح دوقي بقى عايزه تاني ولا لا. طبعا مع الملح بنضيف فلفل اسود، كل واحد يضيف الكميه اللي هو حاببها. هتسمغيهم مع بعض، تعجنيهم كويس قوي بحيث كلهم يتداخلوا ويتسمغوا مع بعض. وبعدين هنجيب العيش بتاعنا اللي هو العيش البلدي. انا جبت 9 ترغفه، دول الربع كيلو عمل معايا 9. حلو قوي العيش ده بصراحه، صغنطوط وجميل حقيقي، عجبني بصراحه، حجمه حلو وصغير. انا هدوق الملح بتاعه، لو عايز ملح تاني هحط له. العيش هنا بعد لما بنخلص بنحشيه، بندهنه طبعا بالزيت. هفتح العيش بالمقص، بالسكينه مش قد كده، بالمقص افضل. قصيه يعني حوالين نص دوران كده، ما تقصوش الرغيف كله. ليه؟ الطفل لما يجي ياكل الحواوشي بيقع منه، فبلاش. في اضافه هنا، اللي حابب يضيف جبنه موتزاريلا يدلعه يضيف، انا مش هضيف، انا عاملاه زي ما هو على اصوله. ولكن اللي حابب يضيف الجبنه يضيف يعني براحته. هنحشيهم كلهم، وبعدين هنسويهم على درجة كام؟ هنسويهم على درجة حرارة 220 أو 230 في الرف الوسطاني. أول ربع ساعة أنا بسيبهم يتحمصوا من القعر، بعدين بعد ربع ساعة بقلبهم على الناحية التانية على الوش برضو يتحمص، وأطلعه بياخد لون ذهبي حلو جدا. دول كلهم اخدوا معايا زيت في حدود تلت كوباية، بس ما تزوديش أكتر من كده علشان ما يبقاش فيه زيت كتير ويعمل حموضة. هنحشيهم كلهم بنفس الطريقة، وبعدين هوريهولكوا هندخله الفرن. هجيب بولة هنا فيها تلت كوباية زيت، وهجيب الفرشة وهدهنهم من تحت لفوق. هجيب الصاجة بتاعة الفرن الكبيرة، وهرص فيها الحواوشي بتاعي. لو ما فيش فرن مثلا كبيرة، لو في صاج اللي هو الأصغر، رصيهم في صاجين، صاجين مستطيل، بحيث في الصينيه المدوره لا مش هيبقى حلو. رصيه في الصاج المستطيل. حابه تسويه من فوق في الطاسه براحتك، انا ما بحبش تسويه الطاسه، سبحان الله ما بقتنعش بيها في الحواوشي. ليه؟ تسويه الطاسه هتاخد زيت كتير اكتر من اللي في الفرن، فاحنا مش عايزين نستهلك زيت كتير. يعني انت فوق لو انت هتسوي ال9 دول هينزلك كوبايه الا ربع زيت. وليه الهدر ده؟ طب ما تحطيهم في الفرن، يعني مش هيتعبوكي. ده يا دوب هي ربع ساعه واقلبيهم على الناحيه التانية وخلاص وخلصنا. ابسط ما يكون وسهل جدا بصراحه، انا بحب الطريقه دي، بتريحني. وبعدين بيبقى فيه قرمشه حلوه، وما بيبقاش فيه زيوت اللي هي تعمل الحموضه. اعملوا الطريقه دي افضل. هسيب لكم اللينك بتاع البهارات في صندوق الوصف، لانه بصراحه من افضل واحلى انواع البهارات بتاعه الحواوشي اللي تديك الطعم. ما تشتريش بهارات حواوشي من بره بعد التركيبه دي، فظيعه بصراحه. انا دخلتهم الفرن كده، اخدوا نص ساعه. هخرجهم من الفرن، هوريكم الشكل بتاعهم دلوقتي، تحفه، لونهم يفتح النفس، يعني حاجه بجد. الجعان ياكل، ريحتهم ملت الشقه. هنا انا كنت قلبته على الناحيه التانية طبعا على وشه عشان يحمر من الناحيه التانية. شايفين لونه تحفه؟ ولا تقولي لي طاسه ولا هياخد كميه زيت من فوق، لا الفرن افضل طبعا. انا ارشح الفرن وما ارشحش الطاسه. الطاسه ليها اكلاتها، والفرن ليه اكلاته، يعني ما تقنعنيش ان ده هيسويه زي ده، لا طبعا مستحيل. وبعدين الفرن احسن. ادي شكله خلاص، هنقدمه. هتجيبي معاه مخلل، هتجيبي معاه شويه خس، شويه سلطه، بس هو في العموم بيتقدم معاه مخلل، يعني ما بيتقدمش معاه حاجه تاني. هرصهم كده على البلانشة، مش هرصهم على السيرفيس كمان ولا حاجة، بس على البلانشة كده. وهجيب حبة مخلل معاه وبس، والحمد لله. هو الحوش على فكرة ما بيتاكلش مع حاجة غير المخلل. اللي حابب يعمل سلطة يكسر القاعدة اوكي براحته، لكن هو عايز مخلل بس، مش اكتر من كده. اعملوه سهل بسيط في رمضان، وبيتعمل قبل المغرب يا دوب. هياخد معاكي ساعة الا ربع، الربع ساعة هتجمعي المكونات مع بعض وتسمغيها وتحشي فيها العيش، وبعدين النص ساعة التانية التسوية في الفرن، وبس كده. واتمنى لكم الصحة والعافية والستر يا رب.